دلوقتي تخيل معايا الكوباية دي كأنها معدتك واحنا ملينا تلتها بس بالأكل، والكوباية دي برضو معدتك بس ملينا تلتينها أكل. أما دي فدي كأنها معدتك ومليناها من أولها لآخرها أكل، ومفيش مكان لا المية ولا النفس. ركز بقى في كمية الأكل اللي أنت بتحطها في تلت معدتك بس. أنا بديك مثال، مثلا لو التمر ده بص هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 4 تمرات صح؟ واللي احنا مأمورين بيه في ديننا إن احنا تلت كمية المعدة يبقى أكل، وتلتها يبقى مية، وتلتها متسابة عشان تعرف تهضم وتتنفس كويس. بص بقى دي تلتينها تمر، بص هيطلعوا كام تمرة؟ 6. طلعوا 6 تمرات. يبقى انت لما مليت نص معدتك اكل انت استهلكت اكل اكتر وما سبتش مكان للميه، مع ان وجود الميه مع الاكل اثناء الهضم ده بيحسن من عمل الانزيمات بشرط ان انت بتشرب كميه ميه معتدله. يعني احنا عارفين خلاص لا بيطلع كرش ولا الكلام الفاضي بتاع زمان ده. وتخيل بقى اللي بتعمله في معدتك لما بتملاها من اولها لاخرها اكل لحد ما بتعدي مرحله الشبع وبتوصل لمرحله اسمها الاكتظاظ او الامتلاء زياده عن اللزوم. هقول لك بقى في كام تمرايه. طلعوا 11 تمرة. تخيل لما بتملى معدتك أكل بس بتستهلك كمية أكل قد إيه؟ أكتر من احتياجك بكتير، وبتعمل عسر هضم لنفسك. لا وكمان ارتجاع ومشاكل في المريء ومشاكل كتيرة جدا في القولون. عشان كده الحديث اللي حفظناه واحنا أطفال في المدرسة عمره ما تاه من مخي.